قاعدين كده في أمان الله، لا في دماغكم حاجة ولا الدنيا مقلوبة، وفجأة بوم، زلزال يهز البلاط تحت رجلك، أو إعصار يخطف الغسيل من على الحبل قبل ما ينشف. طيب استنى، تخيل إنك نفس الشخص وقاعد برضه في أمان الله، وفجأة موجة غريبة تخبط في دماغك تخليك مش طايق نفسك ولا طايق أي بني آدم ولا حتى الكوكب اللي انت عليه. ده خيال ولا جو مؤامرات؟ لا يا كاريزما، وصاحبك هاروت عمره ما يهبد. في علماء محترمين جدا زي مايكل بيرسينجر اتكلموا عن حاجة خطيرة، إنك تقدر تحفز مناطق معينة في دماغ الإنسان باستخدام موجات كهرومغناطيسية، وده ممكن يخلي الناس تشوف رؤى غريبة، تحس بمشاعر قوية فجأة من غير سبب، تسمع أصوات محدش تاني سمعها. يعني باختصار الدماغ بيتلعب بيه زي الريموت كنترول. واللي جاي أخطر من كده، استناني في سلسلة السلاح اللي مش سري كل يوم الساعة 8 مساء على قناة هاروت إكس،